باشمهندس، في حد بيسأل حضرتك عن نوع الميكروسكوب اللي بتستخدمه في قاعة التدريب؟ هو اكيد ما بيسألش على الميكروسكوب ده، لان الميكروسكوب ده اول يوم ليه النهارده. في فئتين من الميكروسكوبات: فئة اقتصادية اللي هو الانواع الصينية زي سانشاين، ريلايف، ار اف 4، الحاجات دي. وفي فئة تانية اللي هي بقى يعني مش اقتصادية خالص، اللي هي الغالية زي الاي ام سكوب، زي اللايكا. الحاجات دي طبعا لو انت معاك فلوس طبعا ارشح لك اي ام سكوب او لايكا. انا بستخدم الاي ام سكوب ونفسي اجيب اللايكا. الميكروسكوب اللي انا كنت بستخدمه قبل الميكروسكوب ده والله ما فيش عليه اسم اصلا. انا ما بهتمش بالماركه بتاعت الميكروسكوب، كل الميكروسكوبات الصينيه واحد. عارفين الميكروسكوب ده؟ حد من المستوردين حصل موقف قال لي: ايمن انا عايزك تجرب الميكروسكوب ده هيعجبك قوي. اول لما بصيت فيه قلت له: ده زباله، ده وحش جدا، مش حلو خالص. انت ازاي عايزني اشتغل على الميكروسكوب ده؟ فهو بص فيه قال لي: ازاي وحش، ده حلو جدا. هو مش واخد باله من حاجات انا واخد بالي منها. فالمهم قال لي: ايه، طب اجيب لك واحد تاني. راح جاي مطلع واحد تاني. التاني قلت له: ده حلو. يعني هو ما عرفش يفرق ما بين الحلو والوحش، والاتنين كانوا نفس الموديل، والاتنين نفس النوع ار اف 4، والاتنين نفس الموديل ده، بس مفيش ثبات في الجوده. يعني لو انا قلت لك ار اف 4 او انت شفتني شغال على ار اف 4 الموديل ده ورحت تشتريه، ممكن يطلع وحش، وممكن ما تكونش انت واخد بالك من الفرق في ايه الوحش وايه الحلو، وايه اللي ممكن يتعب عينيك وايه اللي مش ممكن يتعب عينيك. فالميكروسكوبات انا بجيبها بالاختبار، انا بختبر الميكروسكوب، ما يهمنيش الميكروسكوب ده ماركت ايه في الفئه الاقتصاديه. سانشاين، ريلايف، كيسي، ار اف 4، كل الحاجات دي مش فارق معايا ايه هو نوع الميكروسكوب قد ما هو فارق معايا جودته. فلما حد يجي يقول لي انا عايز اشتري ايه، اقول له ما اعرفش، لان انا ما جربتوش. اللي بيجي الطلبه بتاعتي لما بتيجي تشتري مني بتشتري مني ميكروسكوبات انا مجربها. انا مش ببيع ميكروسكوبات ومش قادر ان انا ارشح لكم نوع ميكروسكوب كويس من غير ما اجربه. يجي حد يقول لي: طب ما تعلمنا ازاي نميز ما بين الميكروسكوب الكويس والوحش. صدقني مش حاجه تتعلمها، عارف، دي حاجه بالخبره. بعد ما انت عينك جربت اكتر من 100 ميكروسكوب، خلاص بقى عندي خبره ان انا اعرف اميز الميكروسكوب الكويس من الوحش لما اختبره. لكن مفيش حاجه معينه اقدر اقول لك عليها انك تعملها فتعرف منها ان ده الميكروسكوب الكويس او ده الوحش. زي تاجر الالماس كده، تحط له في ايديه حته الماس او حته ازاز فيقول لك دي حته ازاز، طب اختبرها يا عم، يقول لك يا عم مش مستاهل، ده ازاز. نفس الموضوع بالظبط.